السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتخابات وتصويت المصريين بالخارج حاجة جميلة جدا. مصري في الخارج بيطلع يهرول علشان يقوم بالواجب الانتخابي بتاعه. حرام عليك يا مجرم، يا مجرم انت، هو حرام عليك. مصطلحات حلوة، يعني مصطلحات جميلة. انا اعرف واحد معرفة شخصية كان عايش طول عمره بره، ماشي، ورجع مصر في 2020. طبعا المصريين بالخارج بيبقى عندهم فكرة ايه، ان احنا هنا في سويسرا، تمام، يعني ما بيتفرج على التلفزيون بقى هيعرف منين، وبيبعت لاهله فلوس، فيبعت لهم الدرهم ب 13 جنيه ولا يبعت لهم اليورو ب 55 جنيه. فالحياة طبعا يابا ده احنا عايشين في الميريلاند، ده 10 على 10. بلد ابويا وجد جدي وانا من البلد دي. فيجي بقى ايه، يعني جاي وبعدين بيبقى كمان جاي معاه فلوس عملة أجنبية، فبيبقى بقى 10 على 10 100 100. المهم اللي انا اعرفه ده لما جه بقى وكنا نقعد نتكلم وبتاع، كانش يعجبه كلامي ابدا، كان انجازات بالهبل. انت اعمى، انت شايف الانجازات؟ ماشي يا عم، ماشي يابا. تقول له حاجه اخرس، انت صغير يا ابني مش عارف حاجه، انت عظمك اخضر مش عارفك مش فاهم حاجه انت، مش فاهم حاجه انت. تمام ماشي يا عم، الله يبارك لك، حلو قوي. شهرين اتنين وبقى بيسب ويلعن كل حاجه. ربنا نصرني. ما هو جرب بقى، ما هو اصل انت بص، انت تقدر تتفرج على التلفزيون حاجه وانت جوه ارض الواقع حاجه تانية. الارقام مفزعه. انا شايف ان انتخابات المصريين بالخارج دي قمه الظلم للمصريين بالداخل. يا عم انا بالداخل، تمام، انت تختار ليه اللي هيحكمني او اللي هيعمل لي قوانين او اللي هيعمل لي تشريعات اذا كان انت اصلا بالخارج. يعني الغطاسه بتاعت امك الغلطانه اللي انت فيها. ما تتنيل، خليك في الخارج وسيبني انا في البلوه اللي انا فيه. انت ليه تختاره اصلا؟ انا شايف انها هي طبعا يعني هي فنكشه، بس انا شايف بقى ان الفنكشه دي هي قمه الظلم، قمه الظلم للمصريين اللي بالداخل امثال. وانا اتمنى وادعو من كل قلبي، وانا يعني ما اتمنى ان انتوا تفهموا قصدي صح، ان ربنا يقطع عيش كل الناس اللي بتنتخب اللي بتصوت في الانتخابات بره دي، ويجوا معانا هنا مصر يحصدوا نتيجه تصويتهم. ما هو ده ظلم، يعني انت دلوقتي بتختار اختيار انا اللي بدفع ثمنه لوحدي منفردا. فايه بقى الظلم ده بقى يعني؟ وانت قاعد بره عمال تعمل فلوس وتيجي هنا تحولها بفرق عمله، يعني السنه بتاعتك بيجي 20 سنه من بتاعتي هنا، ماشي. ولو انت عايش في اوروبا اليورو بحاجه و50 والدولار بحاجه و40، يعني بتتكلم في تقريبا السنه بتاعك ب 50 سنه عندي، وانت بتختار اللي بيحصل عندي وعاجبك. لا لا لا، يا رب اتمنى من كل قلبي ان ربنا يقطع عيشهم ويجوا يعيشوا معانا بقى، يعيشوا معانا بقى. الله. المهم بقى ايه، ان اللي انا بحكي لكم عنه ده، انا طبعا كل ما اشوفه مش طايق حاجه، هو يقعد بقى مش طايق كده وانا قاعد ابص له. وايه لي كمان؟ ما قلت لك، انا مش قلت لك في الاول؟ انا في غايه السعاده. وطي صوتك، انت بزعق كده ليه؟